السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب الجميع يكون بخير. انا عامل الفيديو ده عشان خاطر في بعض الناس سألتني سؤال مباشر عن كيفية السفر، اللي هو ازاي يسافر لأوروبا. فحبيت ان الموضوع يكون لله سبحانه وتعالى كده، ارد فيه على بعض التساؤلات للناس او لبعض الاصدقاء اللي كلموني بصفة خاصة يعني، والموضوع يكون لله، يعني اي حد عايز يستفاد بحاجة زي ديت يستفاد منها. الموضوع باختصار، لو حضرتك عايز تسافر لازم تحط في مخيلتك انك بتجهز له زي ما بتكون بتجهز للماجستير والدكتوراه بتاعتك، او بتجهز لفرحك. فالموضوع بيكون في اجراءات واوراق لازم تخلصها، ولازم تقيمها شوية قبل ما حد غيرك يقيمها لك. طيب، انا هتكلم عن اوروبا، مش هتكلم عن امريكا النهاردة، هتكلم عن اوروبا وهقول لك ازاي تقدر ان انت تسافر اوروبا. طبعا في اكتر من طريقة، لو انت راجل طالب، لو انت صاحب شركة او مصنع او محل، او لو انت رايح سياحة، او الغرض بتاعك كان دراسة، هتكمل دراسات عليا بره، او هتعمل الدكتوراه والماجستير والى اخره، او حتى ثانوية عامة بعدها بتعمل الكلية بتاعتك، او ان انت رايح علاج. هم دولت الغرض اللي بيبقى موجود للسفر. طيب، حضرتك النهاردة في سؤالين، حاجتين لو قدرت ان انت ترد عليهم هتلاقي الموضوع بالنسبه لك سهل خالص. اول حاجه فيهم اللي هو حضرتك مسافر ليه، يبقى كلمه غرض السفر، الثلاث حروف دول ليك عندنا مبرر، في حاجه رايح لها، في غرض هتعمله. طبعا مفيش حاجه اسمها ان انت رايح عشان تدور على شغل، لا حضرتك مفيش الكلام ده. حضرتك لازم يكون لك غرض تاني، وبعد كده انت لما هتروح هناك ان شاء الله حد يساعدك يقف معاك ويبقى موقفك قانوني ان شاء الرحمن. طيب، كلمة غرض السفر هتقدر ترد عليها ازاي؟ لازم يكون عندك حاجة مقنعة. من ضمن الناس الأخطاء اللي بتقع فيها ان هو يبقى رايح يعمل سياحة. حضرتك رايح تعمل سياحة في اسبانيا او المانيا او ايطاليا، وانت اصلا راجل فقير، او دخلك متوسط او فوق المتوسط بحاجة بسيطة، يعني انت سايب مصر وسايب البلدان اللي انت ممكن تزورها ورايح تزور اسبانيا وكده، فالموضوع ما فيهوش منطقية. لو الموضوع ما فيهوش منطق يبقى لا، رفض قبل ما تكمل يعني. تمام؟ فلازم الموضوع يكون فيه منطقية. طيب، السؤال التاني والأهم، حضرتك هترجع تاني مصر ليه؟ فلازم توضح له ان انت مرتبط بمصر، عندك اطفال واسرة وزوجة واب وام ملزومين منك، عندك مصانع، عندك شركات، عندك محلات. المهم ان انت لازم تثبت له بطريقة ما ان انت راجل مرتبط بمصر، عندك شغلك الحكومي، عندك الجامعة بتاعتك اللي لازم ترجع لها، عندك الدراسات بتاعتك اللي لازم تكملها. المهم ان يبقى في سبب مقنع يخليك ان انت رايح في مهمة معينة اللي هو الغرض بتاعك، وراجع تاني لان في حاجة تربطك بمصر. دولت كده اهم حاجتين حضرتك قبل ما تفكر في عملية السفر لازم تكون موفرهم او مذاكرهم. تمام؟ طيب، في حاجة بقى لازم تكون فاهمها. اوروبا مفيش حاجة او سابق معرفة ما بينك وما بين الكونسلر الموجود في اي سفارة عشان خاطر يستقصدك في حاجة. يعني الناس دي ما تعرفكش، والله العظيم ما تعرفك، وبالتالي عشان خاطر حضرتك تقدر ان انت تعبر معاهم وتحصل على الفيزا ديت، لازم تعامل نفسك قبل هما ما يعاملوك على اساس انك فايل. انا اسف، خلينا فولدر، يعني عبارة عن مستندات، شوية مستندات كده، انت شوية اوراق، ملف بالنسبة لهم. الملف ده هما بيفحصوه كويس، بيشوفوه، والله لو تمام بيديها لك، مش تمام خلاص. وبالتالي بيبقى فيه ثغرات صغيرة كده حضرتك ممكن ما تاخدش بالك منها، فحد خبير معاك ان هو يقدر ان هو يصلح لك الموضوع. طيب، علاء مثلا ممكن تعمل لي؟ لا والله انا ما بعملش لحد، انا انصحك لله سبحانه وتعالى، اقدر ارجعه لك برضه واقول لك ان الملف بتاعك ده ينقصه ايه، الكلام متماشي مع بعض ولا لا، في اقناع لي ولا لا، وهكذا. اقدر ان انا اعملها لك لله سبحانه وتعالى من غير ما اخد منك ولا جنيه. طيب، الموضوع ان انا اقدر ان انا الحق اتواصل مع شركة عشان خاطر هي تعمله لي، مع كامل احترامي والله لكل الشركات، وكلهم ناس افاضل وعلى راسي من فوق، وفي منهم احباب ليا يعني. الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. يعني الموضوع لو شفت الملف ده بيتكون من ايه، طبعا بعد ما بتحدد الغرض بتاعك انت رايح ليه بالظبط، في اساسيات الابليكيشن والصورة والباسبور، ويكون موجود في الباسبور وظيفة كويسة، والابليكيشن بيتملى اونلاين، مفيش مشكله، تقدر ان انت تملاه وتكتب فيه كل البيانات، لان ما فيهوش حاجه صعبه خالص يعني، كلها بيانات شخصيه بتاعت حضرتك. الاوتيل حضرتك تقدر ان انت تحجزه عن طريق بوكينج واجودا، وبعد كده تقدر ان انت تكنسله في اي وقت، مش هيتخصم منك اي حاجه، ما تقلقش خالص.
التأمين وهي موجودة على الباسبور بتاعك تقدر ان انت تطبعها من الموقع، مفيش مشكلة فيها خالص. الطيران الوهمي وهم عارفين ان هم وهمي، ما تحملش هم يعني، بتجيبه من اي شركة سياحة وبيكون تقريبا من 100 جنيه او 200 جنيه، ده بالكتير خالص يعني. بعد كده مثلا بيكون في معرض انت رايح تزوره، فبتحط التيكت بتاعه اللي هو تيكت الدخول، بتجيب انفيتيشن من دعوة مثلا ان هم دعوة من شركة ان انت هتحضر معاهم مثلا حاجة، دعوة من جامعة ان انت موجود معاهم في كورس معين، دي بتحطها برضو مع ضمن الورق. لو انت راجل متزوج النهاردة بتحط مثلا الورق الخاص بالقيد العائلي بتاعك وشهادات ميلاد ولادك. لو انت راجل مقتدر وعندك املاك النهاردة فبتقدر ان انت تحط برضو الاملاك ديت اللي هي مثلا اراضي، عقارات، محلات، رخص عربيات الى اخره من الحاجات اللي انت تقدر ان انت تثبت بيها دخلك المالي. طيب دخلك المالي يثبت ازاي؟ عن طريق الحسابات البنكيه. عندك حساب واحد والتاني ما فيش مشكله، عندك فودافون كاش وبرده عليه حركه ما فيش مشكله. فالناس مسهله لك الموضوع خالص يعني. حضرتك بتلم الاوراق دي كلها بتحطها في مكان واحد اللي هو الفايل بتاعك، وبعد كده بتتوجه للمكاتب اللي بتعمل ريبريزنت اللي هي بتعبر عن او هي الوسيط ما بينك وما بين السفاره، معروفين يا اما TLS يا اما BLS على حسب الدوله اللي انت رايحها يعني. بتحجز معاهم ميعاد وبتدفع اونلاين، وبعد كده بتروح تقدم الورق بتاعك كله، بيراجعوا معاك الموظف ويحطه في المظروف بتاعه، وبعد كده بيروح على السفاره على طول. طيب ايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها؟ بص يا سيدي، الباسبور بتاعك لازم يكون مسمى وظيفي كويس. لو حضرتك رايح برنامج سياحه النهارده مثلا، ففي حاجه اسمها ايتنراري اللي هي الخطه بتاعتك، هتعمل ايه هناك، هتزور ايه، هتدخل اماكن ايه، هتاكل فين، هتقعد فين. فالكلام ده كله لازم انت حضرتك تعمله. ما بتعرفش تعمله، ادخل على الChatGPT، ادخل على اي AI واطلبها منه وقول له انا هقعد مثلا 5 ليالي في برلين، 10 ليالي في برشلونه، ومحتاج ان انت تعمل لي كومبليت ايتنراري مثلا، هيجي اعملها لك ومديها لك وكله تمام وزي الفل، مفيش مشكله خالص. طيب ملو الابلكيشن عشان يتملى حضرتك بتدخل اونلاين برضو حسب موقع السفاره، وبتقدر ان انت تلاقيه اونلاين وبتملاه اونلاين، مفيش مشكله برضو. طيب ايه تاني ممكن يكون صعب؟ السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والحاجات دي كلها بتترجم عادي خالص، ترجمه من اي حد معتمد من السفاره، وبيبقى في جدول في السفاره كده لكل الناس المترجمين المعتمدين. فالموضوع مش صعب خالص يعني. هو بس النصيحه لله سبحانه وتعالى، لو حضرتك بتفكر في حاجه زي ديت، اولا هو الموضوع مكلف، عشان كده يعني حاول ان انت تنجح من اول مره. دي حاجه. الحاجه التانية، ما تفكرش ان انت تهرب هناك، فكر ان انت تفتح بيزنس هناك، ان انت تدور على شريك هناك، ان انت تاخد افكار جديده من هناك، تنقل ثقافه مثلا من هناك، تتزود بالمعرفه من هناك. صدقني الحاجات دي كلها هتفرق معاك على المستوى الشخصي، هتخليك انت كمان راجل متفتح يعني. تمام. ما انصحكش ابدا ان انت تهرب ويبقى ورقك اسود وتعيش مهدد هناك، لا والله يعني. انت اكرم من كده بكتير يعني. فحاول على قد ما تقدر ان انت تعمل الابلكيشن بتاعك بنفسك، سرش على اليوتيوب وجيب البيانات المتاحه كلها، اعرف واجهتك بالظبط، رد على السؤالين دولت، ولازم يكونوا باقتناع. ما تروحش مثلا تعمل لي سياحه في اسبانيا وانت ما زرتش، باسبورك ابيض قبل كده، ما زرتش اي دوله، فيعني طبيعي جدا حواليك انت جاي تسيح هنا وسايب يعني. خليك انت احكم على نفسك من ورقك. تمام. الحساب البنكي مش شرط يكون فيه مليار جنيه، عادي خالص، لو 100,000 جنيه 150,000 جنيه ممكن، مفيش مشكله، بس يبقى فيه حركه. نقصد ايه بالحركه؟ لما حضرتك تيجي تطبعه في اخر 6 شهور يعمل 15 ورقه 20 ورقه، فانت كده بتثبت للسفاره ان انت راجل عندك الحركه وفي فلوس رايحه جايه، وانا راجل مش محتاج يعني، او الحمد لله مستور بمعنى صح. الاجانب في العموم لما يجي يحكموا على حاجه زي ديت، هم ما بيحكمش بوجهه نظرنا احنا، هو ما يعرفكش زي ما قلت لك، هو بيحكم بالاوراق اللي موجوده قدامه. تمام. وبالتالي لو ورقك تمام هتاخدها، طب ورقك مش تمام هيبعت لك تاني ويطلب منك ان انت تعمل استئناف، يعني مش هيكون حكم قرقوش اول مره يعني. تمام. بتمنى لكم التوفيق. اي حد عنده اي استفسار انا ما غطيتهوش ما قلتهوش في الفيديو ده، ابعت لي قول لي ايه الاستفسار بتاعك وهرد عليك. الطلب ارجوكم ما حدش يقول لي اعمل لي الابلكيشن ده، مهما كنت انت صديق ليا وقريب مني، ارجوك بلاش، لان والله يعني مش انا عامل المعلومات دي لله سبحانه وتعالى. الموضوع تقدر ان انت تعمله، وانا اللي اقدر اساعدك فيه ان انا اقول لك لا ورقك تمام، لا ورقك ناقص، اعمل 1 2 3، انما علاء املالي الابلكيشن واعمل لي وخلي لي وكده، انا اسف، هقول لك لا مش هقدر. ساعتها هقول لك روح بقى الجا لشركه طيران او شركه سياحه، وهي هتساعدك في حاجه زي ديت وهتاخد منك مقابل عموله يعني. تمام.
مرة تانية لو حد عنده أي استفسار أو أي حاجة أنا تحت أمركم. وبالتوفيق لكل الناس اللي هي نفسها تدور على مستقبل أفضل يعني. خير إن شاء الرحمن. يلا أشوفكم على خير.